دوكا غادي نكمل. عجبك دائما الفيديو نديرها برا، انا ماذا بيا باسكو عجبني الجو برا، بغا نبدل الجو شويه. تسمع الفكره الاولى هي دخلوا كي تتفرج بزاف الافلام والسيريات يدخلوك واحد الافكار، وهاد الافكار دائما ماشي دائما صح ماشي دائما غلط. تسمع كاين منه وكاين منه. في هذا الفيديو غادي يجيو يقول لك واش هما اهم الافكار الخاطئه، واش هما بعض الافكار ولا الافكار الخاطئه، وغادي نصحك كيفاش ولا واش خصك تتعامل معه ولا واش هو الصح. اللي نقولها لك الفكره الاولى هي كاع الرجال خونه ولا كاع الرجال كذابين. هذه ماشي برايمر اللي كتجي من لي سيري ولا الافلام، ولكن كتجي من لي زانفلونسر تاع السوشيال ميديا. كتكون مختلط بالسوشيال ميديا بزاف ديكوفري ولا تجي عندك اوفر جنراليزيشن. ما متى كانت عند بنت عندها اكسبيريونس من قبل مع انسان كذاب ولا انسان خانها، دير اوفر جنراليزيشن باللي كاع الرجال خونه وكاع الرجال كذابين. هادشي فري غلط. تما خصها البنت تفهم عفسه. كتكونوا في الحرام ولا كتكون في ريلاسيون عاطفيه ما كانش ضوابط يمنعوا الراجل من انه يخونك. يعني ما كانش ميثاق غليظ، ما كانش عقد قيران، ما كانش اهله واهلها، سما ما كانش وما كانش دين، سما هنا يتجاهلوا كل شيء. سما في لو ريلاسيون ما كانش ضوابط يمنعوا من ان الراجل يكذب ولا يخون. هذه خصكم توقعوها. وحنا دائما الحب تلقاه يعمينا كرجال وكنساء، يعمينا على الحقيقه نتاع تقريبا كلش. سما قادر الانسان يكون يكذب عليك ولا يكون يخوف فيك، بصح انت دائما تعمي راسك ودير راسك بلي ماكش تخمم مليح، ولا شغل دائما تحوس تسمح له وتعطيه الحجج في حجه انك راك تبغيه وراك باغي له الخير، راك باغيه يتبدل. هادشي فري غلط. تسمى دائما كنتبعوا ليزانفلونسور ديروا اوفر جنراليزيشن باللي كاع رجال كذابين وكاع رجال خونه، وشوف ديك كيصرا لها وشوف داك كيصرا له، وشوف الانفلونسور الفلاني خانته وشوف داك خانوه. وهادشي فري غلط. صح انا معك فيها اختي الفتاه، الرجال نوعا ما كما قلت في الفيديو اللي فات فقدوا عقله. تسمى ماشي دائما تلقى راجل عقليته شابه، ولكن ماشي كاع عقليته شينه. تسمى ماشي دائما تبدا ديك الفكره ولا الاكسبيريونس اللي طاحت لي زانفلونسور تمشي تطبقها على حياتك ودير بلي هاد كاع رجال كيما هاك. تسمى هادشي فري غلط. الفكره الدوزيام هي شفت كتلقى البنت تتفرج لي سيري سيرتو الدراما، تلقى دائما عندها نوعا ما سيناريو في مخها، وهذا السيناريو تحبه يكون مع شريك حياتها. يعني اسمها هذه البنت الثانيه تلقى دائما عندها سيناريو في مخها ولا واحد الافكار اللي حابه تطبقهم في العلاقه نتاعها، سواء كان زواج ولا علاقه عاطفيه. ودائما واش تلقى ديك البنت الثانيه كانت دائما مفعمه بالدراما، وكانت دائما موالفه نوعا ما حياه عاطفيه كبيره بزاف كما اللي كتفرجها في لي سيري وفي الافلام. وكي طاحت في راجل ولا كي دخلت في علاقه زوجيه ولا عاطفيه، هذاك الراجل نوعا ما كانش عندها هذيك الرومانسيه كما اللي كنتشوفها في الافلام. هي وصل البنت هي صار لها احباط. واش تقول لك اللي كنت نتفرجه ماشي هو اللي لقيته. تسمى هي بنات الاكسبكتيشنز ولا توقعات نتاعها بناء على فيلم، والبنت تفكر عفسه. الفتاه مهما كانوا عندك افكار نوعا ما رومانسيه، وهي صح اللي معك فيها لازم تكون رومانسيه بين الرجل والمراه بصح، ما تحاوليش تطبقي سيناريو في الواقع. تفكري دائما بلي السيري ولا الفيلم راه نوعا ما ولا ماشي نوعا ما راه كاع سيناريو، تسمى مخطط ليه وموجد ليه. هذا الشيء نوعا ما غاديش تلقاه في الصح، تلقى نصه ما تلقاهش كامل وما تلقاهش باغفي كما راه البنت توقعها. تسمى دائما ما تحوس البنت انها تعامل الواقع كانه واقع مش كانه فيلم. تسمى الواقع فيه ايجابيات وسلبيات، الواقع فيه ما فيهش دائما داك العلاقه الباغفي، وما فيهش دائما داك الامير اللي خصو يعتني بالاميره وكل شيء مليح، وما فيهش ثاني لا يفرقنا الا الموت، وما فيهش نعيشوا دائما حياه سعيده وحتى حاجه ما توقف لنا في الطريق. الواقع راه حاجه واحده اخرى. تسمى دائما خصها توقع باللي في العلاقه مهما كنت تبغي الانسان غادي يكون تما مشاكل ما بيناتكم، ومهما كنت تحوس ان العلاقه تكون سعيده غادي تلقى دائما واحد العثرات وواحد الصوالح. نتوما المهمه نتاعكم كرجل ومراه انكم تحلوا هاد المشاكل في الغولاسيون. كي تحلوه تما تكملوا تولي غولاسيون فري شابه. والفكره التاليه هي ان نوعا ما تلقى البنت تخمم باللي الراجل ولا عندها نوعا ما وهم الاستحقاق. يعني تلقى دائما البنت تطلب انها يجيها امير ولا يجيها انسان غني، ولا انا استحق ان يجيني افضل انسان في التاريخ، انسان ماديا. وهنا البروبليم وين راه؟ تلقى البنت انا ما دارت والو في حياتها، تلقى بنت نوعا ما عندهاش قيمه كمراه وتطلب راجل عنده قيمه. خصكم تفهموا البنات واحد العفسه، الراجل اللي عنده قيمه ما يبحث غير على البنت اللي عندها قيمه. اسمه هنايا خمي في عفسه. انت مثلا كي باغيه امير ولا كي باغيه انسان غني ولا انسان عنده ضوابط في حياته وانسان ماديا، اسكو هذا الانسان يستاهلك كمراه؟ اسكو يستاهلك؟ اسمع اسكو انت تستاهلي هذا الانسان؟ خم احنا دائما ما كنخمو فواش انا باغيين بصح ما كنخموش فواش نستاهل. تسمى بدل البيرسبكتيف تاعك اختي الفتاه، بدل التفكير تاعك، خمي فواش تستاهلي وماشي واش باغي. تسمى اذا حبيتي امير لازم تكوني اميره مع راسك، الا انت حبيتي انسان عنده قيمه لازم تكوني مراه عندها قيمه. وحكيت لك كيفاش دير قيمه فيديو اللي فات.
ماشي لازم تكوني غنيه الا بغيتي انسان غني، ولكن لازم تكوني مدينه ومرأة تصون روحها ومرأة عندها الحياه. كما تفهمنا الفيديو اللي فات، غادي غني يجيك وحده باش تبقاش كاع تطلبيه. تسمى ماشي تلقى دائما بنت ما عندهاش مهارات ولا ما تعرفش، ما عندهاش قيمه في حياتها وتطلب امير في حياتها يجي انه يتيك كير اوف هير، ولا سما هادشي كاع غلط. تسمى حنا دائما ندو ولا ربي يعطينا واش نستاهلوا ماشي واش باغيين. الا بغينا حنا واش باغيين لازم نخدموا عليها. تسمى الا انا مثلا بغيت بنت جامي دخلت راسي معود وبنت صوناصه وبنت عندها حياء، لازم انا ثاني نكون كيما نهار، لازم انا ثاني نكون كيما نهار. ما جايش انا نمشي ندير كاع الحرام، ولا البنت تمشي دير كاع الحرام وتمشي تلعب مع الرجال، ولا الراجل يمشي يلعب مع النساء، وفي التالي يجي يقول لك راني باغي ولد حلال ولا راني باغي بنت حلال. هادشي كاع غلط. من حقك تبغي بصح خصك توب. كاين شي عباد طالبين اكسبكتيشنز عاليه بزاف، ماشي من حقك تديهم. هنا واش تروماركي بلي نوصلوا للفكره التي تليها، ولا سيكملت لك الفكره اصلا. الفكره التي تليها هي انها هذه متعلقه بالتعدد. عنده واحد الوهم ولا خرج ليهم من الافلام ولا من لي سيري اكان واحد الوهم باللي خصنا دائما المراه يكون معها راجل واحد، وثاني وهم واحد اخر معه اللي نحكي لك عليه، ان دائما في العلاقه سواء كان زوجيه ولا عاطفيه خاص ولا علاقه بين رجل ومراه بشكل عام، خص دائما طرف من الطرفين يعاني في الحب. الحب هو عباره عن معاناه، ودائما فيه البكاء وفيه الخيبات وفيه العثرات وفيه المشاكل، وخصك كي تكون عاشق خصك تبكي وخصك دائما تعاني باش توصل شي غلط. الحب هو من افضل الايموشنز اللي خصك تعيشهم في حياتك، ولا اللي لازم تعيشهم في حياتك. هو من افضل الصوالح لي زيكسبيرينس اللي ربي حطه لنا في هذه الحياه. حنا كنتفرجوا بزاف لي سيري، كنشوفوا كنكونسومو هذا المحتوى بشكل عام باش ما نبداش نعاود هذه الكلمه. جينا فكره نوعا ما باللي كاين معاناه في الحب، وهادشي غلط. كيفاش معاناه؟ وجينا ايضا فكره باللي خص دوكا هو الحب فيه تنازلات. الحب فيه تنازلات، يعني الى انا الطرف اللي راني باغيه انا في حاجه كيكرهها فيا لازم نتنازل ليها ونتخلص منها باش الريلاسيون تاعنا تكمل مليحه. واش تلقى دائما في المحتوى اللي تكونسوميه ما كاينش تنازلات. دائما خص الطرف يعاني باش الطرف الاخر يفرح. دائما الطرف الاول نرجسي، الطرف الثاني خصه يعاني وخصه يميت الاكسبكتيشنز نتاعو، وخص دائما الطرف يسمح في حقه وخصه يضحي بكاع حياته على جال الطرف الاخر. وهادشي كاع غلط. الا شفت راسك تضحي بزاف من اجل طرف واحد اخر، يعني قطع الغلاسيون هذه ماشي غلاسيون انت تستاهلها. الحب فيه تنازلات من كلا الطرفين، تسمى خص الطرفين في زوج انهم نوعا ما يتنازلوا باش الغلاسيون تكمل، ويحاولوا يحلوا المشاكل تاعهم مع بعضهم، وكل طرف يحاول انه يدير واش باغي الطرف الاخر باش الغلاسيون تكون مليحه. وباش العلاقه سواء كان زوجيه ولا عاطفيه، باي ذا واي بعد العلاقه العاطفيه مش انكوراجيك تكون العلاقه مليحه كيما كملت نصائح. هذو هما كانوا كاع النصائح. جبت الفيديو كون حلك اختي عينك لواحد الافكار جداد. الى عجبكم دائما ندير فيديو هكا برا نبدلوا الجو. بانت لي خير ما تستفهموني، شاف انا عجبني الحال برا كيما هاك تعطي نوع من الحيويه. الى عندك اختي الفتاه اي فكره حابه نهضر عليها ولا حابه نبحث فيها، ولا فكره ما شتيش منشئ محتوى يهضر عليها من قبل، كتبها في لي كومونتير ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.